السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحشتوني جدا جدا. مرحب بيكم في قناتي وجبات سريعة مع ايمي السيد. النهاردة بقى مش هنقعد نقول المطبخ والطبيخ والاكل، نطلع من الجو ده ونخش بقى على البشرة. هجيب لكم كولاجين طبيعي للبشرة عن تجربة بجد. الوصفة دي هايلة هايلة جدا وجميلة. لو في وشك حباية بقى، الحبوب اللي بتطلع بتاعة المناسبات والحاجات اللي بتطلع بقى، يكون وراكي حفلة تطلع حباية مفاجأة كده. حاجه تبيض وشك وبتعالجها، وكمان معروفه من ايام القدماء المصريين. هقول لكم على الوصفه دي، كولاجين طبيعي. تدهني منها بالليل، تصبحي الصبح تلقي البشره نضاره وبياض. مفيش اثر للحبوب خالص. لو استعملتيها بعد 3 ايام هتحسي ان بشرتك كبشره الاطفال. معايا هنا منقوع، واهم حاجه في الموضوع ده كله منقوع اللبان الذكر او اللبان الحصى او اللبان المر زي ما عندكم بتسموه. بجيب لبان الذكر، ممكن تسحنيه او تسيبيه زي ما هو وتحطيه في كوبايه ميه مغليه في برطمان وتبيتيه لتاني يوم. تمام، انا طبعا عملته في نفس الوقت لان انا صحنته. لو بتصحنيه اعمليه في وقتها عادي، وبتكوني مصفياه كويس، وباخد منه كوبايه على معلقتين نشا واقلبهم كويس جدا جدا. اهم حاجه معايا في الوصفه ديت اللبان الحصى. بعد ما بقلبه باخد المستخرج او العصاره بتاعت اللبان الذكر ديت، هي اللي بتعالج الحبوب وبتبيض الوش، وده يعتبر كولاجين للبشره. ايام القدماء المصريين كانوا بيستعملوا اللبان الذكر دوت في الدمامل والجروح والحروق والحاجات ديت. سبحان الله وبسم الله ما شاء الله بتعمل شفاء. يعني حاجه من عند ربنا، دي حاجه طبيعيه وحاجه جميله. باخدها على النار الوصفه بتاعتي ديت. انا بقى طبعا حطيت النشا على البارد، وباخدها على نار هاديه واقلبها لحد ما تدوب معايا كده وتبدا تربط معايا. جربي الوصفه دي مش هتندمي. اعملي كميه قليله وانت هتشوفي التجربه بتاعتك. التجربه بتاعتي ما بتكلفنيش حاجه. انت بتجيبي ب2 جنيه او ب5 جنيه لبان حصى وبتخليه عندك وبتستعملي منه. طبعا الوصفه معايا بقت معايا بالشكل ده كده. عفوا. ربطت معايا. بضيف عليها من معلقتين ل3 معالق ماء ورد. ماء ورد. بضيف من معلقتين ل3 معالق ماء ورد. تمام. الماء الورد ده طبعا جميل جدا للبشرة وبيحوش التهيج اللي بيبقى في البشرة، إشعة الشمس، الحروق، الحساسية. تنفع لجميع البشرة. أي بشرة عادية دهنية جافة جميلة جدا ليه. الوصفة التالتة بقى اللي انا هتدخل معانا في الوصفة بتاعتنا كريم ايفا. عندك اي كريم بس يكون كريم خفيف على البشرة. مش عايزة كريم زي نيفيا ده، مش عايزاه. عايزة كريم حاجات تكون خفيفة. مفيش ده ولا ده. ممكن تجيبي المرهم اللي هو الاسد، مرهم للحبوب، مرهم للحساسية. ممكن تحطيه معانا اي كريم او اي مرهم. تمام، بس يكون خفيف. مش اسمه كريم مش مرهم. يكون خفيف على البشرة. تمام، عشان ينفع لجميع البشرات. واخلط الكريم اللي معايا ده كله في الوصفة بتاعتي. اخلطهم ببعض، اخلطهم كويس جدا جدا بحيث ان انا اخليه كريمي وناعم بالشكل ده. الوصفة دي جميلة جدا جدا وعن تجربة أنا بجربها وبعملها لنفسي. فعلا جابت معايا نتيجة تحفة والله. يعني بتحطي ايدك على بشرتك كده تحسي ان هي ناعمة جدا وفيها نضارة وبتحوشي التجاعيد. بتدي نضارة للبشرة. اثر الحبوب بتبيض مكان الحبوب اللي كانت بتطلع. حلوه لحب الشباب، حلوه للحساسيه، للتهيج اللي في البشره، التصبغات. بتخلي بشرتك كلها واحده. مفيش لون ولون وتجاعيد والكلام ده، لا ابدا. شوفوا حتى كمان يعني حته صغيره بجربها معاكم على ايديا. ما شاء الله جميله جدا. جربوا الوصفة دي مش هتندموا. وصفة مش مكلفة ولا حاجة، هي في متناول ايدك وعندك في المطبخ، ومش هتخسري حاجة لما تجربيها. هتحبيها ومش هتستعملي اي حاجة. دي تعتبر كولاجين. تروحي تعملي بوتوكس ليه وتروحي تعملي كولاجين لبشرتك وتتكلفي من الاف الفلوس وتدفعي الوفات ليه؟
انت ممكن تعملي حاجة برضو بملاليم وفيها فايدة اكتر من الحاجة الصناعية، ودي حاجة معروفة عن القدماء المصريين. واللبان الذكر ده له فوائد لا تعد ولا تحصى. لو عجبتكم الوصفة بتاعت النهاردة اوعوا تنسوا اللايك وما تستخسروش فيه.